السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدين وبصحة شريبتكم. عزيزي المشاهد، هناك أخبار ومستجدات عاجلة في النادي الأفريقي. إصابة فراس شواط قبل مواجهة نجم المثلوي يوم الأحد المقبل. سنتعرف بالتفصيل عن هذا الموضوع المهم جدا. وفيرجي تشامبرز يعود إلى النادي الأفريقي بدعم مالي كبير جدا. هذا الشيء اللي غادي نتعرف معكم عليه بالتفصيل. فتحية طيبة، شكرا جزيلا لكم على الثقة اللي كتوضعوها في هذه القناة، وتحية لكم من هذا المنبر. أول حاجة خلينا نبداو، وأنه نذكر المشاهدين وأنه إن شاء الله يوم الأحد المقبل النادي الأفريقي سيواجه فريق نجم المثلوي. طبعا مباراة يمكن لكم تشاهدوها حصريا على قنوات الوطنية التونسية الأولى. للتذكير، فريق نجم المثلوي كان آخر فريق قد حقق الانتصار على النادي الأفريقي. إذا هذه فرصة لرد الاعتبار لجمهور النادي الأفريقي ومواصلة الرحلة ومواصلة التألق نحو التتويج باللقب. إذا في مفاجأة جديدة، فيرجي تشامبرز وجه رسالة لكل جماهير الغالية، لأنه سيعود إلى النادي الأفريقي بدعم هذه المرة سيكون كبير جدا من أجل تطوير المشروع الرياضي داخل هيئة النادي الأفريقي. فطبعا هذا الخبر تلقيناها بصدر رحب، خاصة وأنه فيرجي تشامبرز تعرفونه جيدا، كان هو السبيل أو كان هو الشخص اللي قدم أشياء كثيرة للنادي الأفريقي. فالحمد لله النادي الأفريقي الآن بصفر ديون لدى الفيفا، الحمد لله كل أمور جيدة، الحمد لله. فبالتالي العودة ديال فيرجي تشامبرز إلى النادي الأفريقي فغتكون إن شاء الله مهمة جدا في وقت حساس يهدف فيه النادي الأفريقي إلى التتويج باللقب. فنتمنى تكون العودة قوية ويزيد عطينا هذاك الدعم المالي اللي يقوي الفريق بلاعبين جدد، بمشروع، باستراتيجية اللي يمكن تقوي الفريق من جميع الجوانب. وإن شاء الله لما لا نمشيو بعيد إلى أبعد المستويات، نشاركوا في دوري الأبطال، لعبوا كذلك في كأس العالم للأندية. والفضل طبعا كيرجع إلى فيرجي تشامبرز منذ قدوم دافيد بيتوني، فكان فيرجي تشامبرز هو الحلقة الأقوى داخل النادي الأفريقي. لكن مؤخرا كانت وقعت مشاكل ما بينه وبين بزاف ديال المسؤولين داخل الفريق ما عجل برحيله، لكن العودة ستكون قوية بدعم مالي خيالي وكبير جدا. بخصوص الإصابة ديال فراس شواط، فبعض الإخوان كيتسائلوا واش فراس شواط غادي يكون جاهز لمباراة النجم المثلوي أو لا. طبعا هذا اللاعب أمس تعرض لوعكة صحية، طبعا كان غائب عن التدريبات. اليوم تواصلنا مع الإخوان يقولون على أنه فراس شواط غادي يكون جاهز إن شاء الله، والحمد لله ما عنده حتى شي إصابة. اللاعب غادي يكون جاهز 100%، غادي يكون إن شاء الله حاضر، وغادي يكون إن شاء الله كأساسي بقرار من المدرب فوزي البنزرتي اللي كيشوف على أنه فراس شواط هو الهداف التاريخي ديال هاد البطولة هاد الموسم. فراس شواط كيقدم مستويات كبيرة، وبالتالي الوجود ديالو في النادي الأفريقي فغيقدم إضافة. لذلك أنا تنقولها وتنبغي ننهي الجدل، هو أنه فراس شواط غادي يكون جاهز 100% بحول الله. فالشكر موصول لكل المشاهدين الكرام.